السلام عليكم إخوتي أخواتي، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم. اليوم جبت لكم بيتزا مارغريتا اللي هي فيها كل شيء، ولكن هي في نفس الوقت مارغريتا اللي تعجب الوليدات. مع الوليدات تبارك الله يعني بداو تيصوموا وتيجي للفطور ما تيلقاو ما ياكلوا داكشي، يعني تيختاروا يحيدوا البصله ويحيدوا الفلفله. المهم البنات جبت لكم بيتزا صحيه بالعجينه سحريه بحالها بحال الكاطو. ونبداو على بركة الله. ما تنساونيش من لايك وتبارطاجيو. بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم البنات أنا عندي الدقيق، الدقيق الأبيض مع القمح، يعني يكون نص نص. وعندي هنايا الخميرة والملحة والسكر، وعندي هنايا كاس اللارب ديال زيت العود، وعندي تما شوية ديال الجنجلان، يعني الحاجة نديروها صحية، وشوية ديال السحتر محكوك. وهذيك الخميرة والسكر والملح غادي نديرهم يرطابوا على جنب على ما نبسبس الطحين ديالي مع الزيت. هذا هو السر باش تجي العجينة ديالنا بحال الكاطو. المهم غادي نبقى البنات نبسبس غير بشوية، ويعني وإن شاء الله بحول الله هاد العجينة ما تتعلقش. يعني ساهلة، بيتزا ساهلة بزاف للفطور د المغرب. تتخليو للدقيقة الأخيرة وعاد تديروها في الفرن باش تجبدوها ساخنة وتجيكم زوينة في الطهي ديالها والماكلة ديالها. المهم البنات غادي نبقاو نواصلوا مع الطحين ديالنا، نبسوه مع الزيت العود والزعتر والزنجلان. علاش تقولوا لي تديري الزنجلان؟ لا يعني غير الكراشل وداك الشيء، يعني بالعكس الا ضفتوا شي حاجه يعني صحيه لوليداتكم. ضيفوا الجنجلان شويه د النافع، انا تتعجبني الاضافات نزيدها اللي هي تكون نافعه لهذا الشهر المبارك السعيد. المهم البنات نبقاو نبسبسو بحال هكا حتى نسجموا داك زيت العود ديالنا مع الطحين ديالنا. الدقيق اللي قلت لكم دقيق نص فورس ونص قمح او فرينه. المهم كان عندكم قمح ديروا، كان فرينه ديروا. انا بعدا درت هنايا فرينه، ولكن كاين القمح كي فرينه بحال بحال. اذا كان القمح حرش كثروا من الدقيق الابيض، يعني ديروا الربع ديال القمح. واذا كانت فرينه غادي ديروا النصف حيت فرينه تكون رطبه. المهم البنات غادي نمشي بحال هكا واحد جوج دقائق او ثلاثه وانا تنبسبس باش داك الصغير. غادي نخوي الماء ديالي، ما غادي نعلكها ما والو، غادي نجمعها ونغطيها ونخليها تخمر. هذاك الساعه غادي ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا اللي غادي ان شاء الله بحول الله تعالى غادي نديروها في البيتزا ديالنا. يعني يا البنات انا نوجد معكم الحاجه البسيطه اللي هانتوما البنات درت الماء الكافي اللي به غادي نجمع العجين ديالي كامل بلا ما نبقى نزيد. يعني وهاد العجينه محدا مغطيه بالبلاستيكه وهي تزيد تنطلق. المهم البنات عجنتها وكملت. المهم نختصر لكم الفيديو. دزت نيشان، عندي هنايا الطوماط، عندي واحد 5 ديال مطيشه مع بصيله، وغادي نوضعها على النار تطيب. المهم البنات وضعتها طابت رجعت لكم لهنايا. ها العجينه ديالي وجدات، يعني نضاعف الحجم ديالها. غادي نحيد من هذيك الهواء ديال الخميره، وغادي ان شاء الله بحول الله نخدم معكم وانا غاديه بشويه. يعني بيتزا رائعه قسما بالله البنات، الا رائعه. راه ما درتها معكم غير الوليدات ديالي انا خطفوها، والله ما عرفت كيفاش داروا كلاوها كامله. يعني وحجم كبير، يعني عطاتني هذا الحجم ديال جوج صينيات. المهم البنات بقى نادا شوفوا البنات كيفاش مطلوقه وكيفاش فيها داك السحتر والزريعات ديال الجنجلان، يعني الزراريع وداكشي زوين. زعما العجينه ناجحه 100%، وفي نفس الوقت مطلوقه بحال اللي علقتيها. ندير لها بحال هكا وغادي نفركها البنات. القياس اللي غادي يهز لي الصينيه ديالي بحال هذا القياس هذا تقريبا البنات صينيه ديال الفرن الكهرباء. يعني انا اللي غادي نوضعو غير في الفرن الغاز اللي راني شعلته من قبل باش يسخن على نار هادئه باش يسخن على خاطرو. هادي غادي نضيفها جانبا. شوفوا البنات العجينه كيف دايره فنه، والله العظيم الا غزاله بحال تقولوا ديال الكاطو ماشي ديال الحلوه، ماشي بيتزا. يعني غير بهذاك التبسبيسه ومع داك الجنجلان وداك السحتر تبارك الله عرفتي ما نقول لكمش. صحيه وزوينه بزاف. المهم البنات غادي نطلق معكم هاد العجينه هادي هانتوما. غادي نجمعها بحال هكا صافي، وغادي نطلقها بالمدلك نرشها بقليل الدقيق.
باش ما سطح العمل ما تلتصقش فيه. وغادي نطلق البيتزا ديالي مزيان، والصينيه ديالي منها القلب منها نتوما تبعوا معايا تجيني ساهله. غادي نطلق العجينه ديالي مزيان اللي باش ما نخليش البيتزا ديالي غليظه. عارفين البنات غير تجي البيتزا غليظه ما تجيش بنينه. وغادي نوريكم واحد السر ديال البيتزا ديالي كيفاش ندير لها تجي عجيبه يا سلام. يعني كاين اللي تيشد هاد البيتزا وتيشدها وتيطلقها ويدير فوقها صوص طوماط ويدير فوقها الكاشير ويدير فيها الطون ويدير فيها الشيبينيو ويدير فيها كلشي. لا، داك الشيبينيو طايب والكاشير مثلا ما تنبغيش انا البيتزا بعدا بالكاشير طايب والطون طايب كلشي طايب. شو تندير لها البنات؟ انا تندير لها واحد نص طيبه. تنطلق العجينه ديالي وتنوضعها على الصينيه، الفران ديالي تيسخن وغادي ندهنها بصوص طوماط اللي انا غادي نكمل معكم شنو حضرت مع داك صوص طوماط. وداك الساعه البنات تنديرها واحد نص طيبه يعني تقريبا في الفران، وعاد تنزيد عاوتاني تندير صوص طوماط وعاد ندير داك المسائل ديال الزيتون الطون الشيبينيو اللي عندكم، فلفله مقطعه اللي عندنا البنات مع الاولاد ديالي ما تيبغيوش هاد الفلفله وداك الشيء. وهذا باش قلت لكم انا مارغريتا. هانتوما البنات انا تنشد الصينيه ديالي وتنوضع العجينه ديالي، يعني منها صينيه ومنها قلب باش انا الزوائد غادي نحيدهم ونحتفظ غير بالقياس ديال الصينيه ديالي، والباقي غادي نجمعو مع العجينه الاخرى. المهم نرجع لكم البنات نخليوها ترتاح هكا باش تشد العبار ديالها، وغادي ان شاء الله نرجع لكم كيفاش نمشيو للصوص المطيشه فين وصلات. هانتوما البنات نضغط شويه باش ما تنزلش ونوضعها جانبا ونرجع لكم. المهم البنات خليتها واحد شويه ارتاحت ورجعت قطعتها. هانتوما قطعتها من 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 الجنب واحد الموس او باللي عندكم في يدكم، المهم اللي كانت عندكم موجوده. هانتوما البنات راه خليتها يعني باش نختصر الفيديو خليتها واحد 2 دقائق باش تشد راسها وباش تنطلق في الصينيه يعني. وداك الساعه نبقى انا غاديه وانا تنقطع. جات صراحه بيتزا قسما بالله البنات ما تشبعوا منها. هانتوما جربوها وردوا عليا باش ما كان في التعليق. الا كانت شي حاجه خايبه انا المسؤوله عليها. يعني بيتزا ديال لي شاف اللي داروها وعاودوا، انا ديما تنديرها بحال هكا البنات. هانتوما البنات ما عندكم بعدا رشوا الصينيه ديالكم بالدقيق وعاد وضعوا هكا وغتشدوا العبار ديالها نيشان وغتقطعوا من الجوانب. والعجينه الزائده هانتوما البنات تنحيدوها للجنب الاخر صافي، وتاخذ لنا العبار ديال العجينه رقيقه وزوينه بزاف صافي. وتنقادو باليدات ديالنا والزوائد تنحيدوهم. ها نتوما البنات غير بشويه يعني شوفوا شحال رقيقه وشوفوا العجينه ديالها كيف صادقه وكيفاش تشوفوا فيها الجنجلان تشوفوا فيها السحتار داكشي يا سلام. ما شاء الله شهيتكم. نرجعوا البنات للطوماط مطيشه شنو درت ليها. رديتها طابت وكملت هذاك الساعه درت لها 6 ديال الفصوص ديال الثومه وشويه زيت العود وشويه ديال المليحه وشويه طوماط مركزه يعني مطيشه مركزه وصافي. نطحنها في ميكسور وجبتها ودرتها على العجين ديالي. وهذا هو العجين المتبقي لي اللي غادي ندير بيتزا واحده اخرى. صافي هذا هو العجين اللي بقات لي يعني كاينه بيتزا واحده اخرى. صافي البنات ديتها للفران صافي درت نص طيبه هانتوما كي تشوفوا. غادي نزيد لها طوماط واحده اخرى يعني لاصوص مطيشه واحده اخرى. هذه هي البنات السر ديال البيتزا كيفاش تجيكم. جربوها وغتردوا عليا. ما ديروش كلشي في خطره، راه تتبقى لكم خضره وتتبقى لكم معجنه. يعني ديما ديروا لها نص طيبه. ديك نص طيبه اكثر من نص عاد واحد شويه. صافي تنديروا صوص مطيشه تنديروا الزيتون تنديروا الشيبينيو اللي عندكم في الدار. اللي الا بغاو وليداتكم فلفله ديروها. انا الفلفله تنديرها غير تيحيدوها لي ما بغيتش نديرها. هانتوما البنات زويتنات الطون والشيبينيو هادشي باش اكتفيت. هانتوما البنات عندي الطون تناخذ بجوج كيلو الطون يعني باش منها تياكلوها الوليدات ومنها اقتصاديه حتى في المصروف. تناخذها
ب ب2400. صافي الطون أنا قادّي الطون ديالي بحال هكا. يعني ما نخلي حتى جانب. تتجي هائلة، روعة، لذيذة، حشوة ناجحة، هشيشة. صافي البنات وتنشد الفرماج ديالي اللي حكيت من قبل، وتنوزعو على الجوانب والوسط يعني باش يكون هو هداك. والفران ديالي كي قلت لكم راه شعلتو قبايله، ودرت البيتزا ديالي نص كثر من نص طيبه، درت لها واحد شويه باش ما تبقاليش خضره. راكم غالطين البنات اللي تديروا كلشي في خضره، هذيك البيتزا راه ماشي ناجحه، انا تنقولها لكم راه درتها وعاودت. صافي البنات ندير بحال هكا وغادي ناخدها للفران. يعني راه ما بقى للمغربه البنات غير 5 دقائق، يعني راني حاسبه باش غادي نجبدها سخونه 5 دقائق. دابا غادي نجيب شي ديال السحته اللي غادي ندردر. انا قلت لكم راه زيت العود في مطيشه درت ليها. انا نعاود لكم البنات، مطيشه ضفت لها بصيله، وضفت لها 6 ديال فصوص الثومه، وشويه د المليحه طابو مزيان، ميكسيتها وزدت لها شويه زيت العود. صافي البنات ها هو السحتة، وغادي ندخلها الفران وغادي نرد عليكم كي جات. المهم البيتزا ديالي هي هادي جات غزالة البنات، والله العظيم إلا فنة ما شاء الله. الصلاة على النبي محمد، اللهم صل عليك يا رسول الله. صافي تنقطع بحال هكا مرصويات، يعني عندي لاطة دائرية، وبحال دابا جات بيتزا كبيرة واقتصادية وفنة. ووجدوها لوليداتكم لراسكم وردوا عليا الخبر. يعني رائعة ما شاء الله. بصحتكم وراحتكم وصحة فطوركم، والله يتقبل صيامكم. ندوزو إن شاء الله للفيديو آخر. مع السلامة. ما تنساونيش في اللايك والبارطاج. مع السلامة.